المدن الضائعة، لغز إرم ذات العماد وأطلانتس الشرق. الجميع يعرف أسطورة مدينة أطلانتس الغارقة تحت أمواج المحيط، ولكن هل سمعت يوما عن المدينة الذهبية المخفية تحت رمال الشرق؟ في عمق الصحراء العربية تقبع الفانتازيا التاريخية الأكثر إثارة للجدل، قصة إرم ذات العماد، المدينة التي تقاطعت في سيرتها خطوط رفيعة بين النص التاريخي والخيال الروائي الساحر. وفقا للموروثات القديمة، لم تكن إرم مدينة عادية، بل معجزة هندسية فريدة نصبت أعمدتها الشاهقة بطرق عجزت القبائل عن تفسيرها، حتى قيل إن جنودا من الجن ساهموا في تشييد قصورها المنيعة من الذهب والفضة وصروح الزبرجد. أما اللغز الأكبر الذي يحرك الشغف فهو كيفية اختفائها المفاجئ، حيث تتحدث الروايات عن عاصفة رملية مرعبة استمرت لأيام لم تدمر المدينة فحسب، بل أعادت تشكيل جغرافيا المكان تماما، وطمرت الصروح الذهبية تحت أطنان من الكثبان الرملية المتحركة، مما جعل العثور عليها بمثيبة المستحيل. في العصر الحديث ألهمت أسطورة إرم صناع الأفلام والألعاب العالمية، فصوروها كبوابة نجمية وعاصمة سحرية مخفية بأبعاد تفوق التصور البشري، لتظل هذه المساحة الخيالية كنزاً حقيقياً يبحث عن مغامرين يكشفون الستار عن أسراره المدفونة. فأين تقع هذه المدينة المفقودة الآن تحت الرمال؟ وهل اقترب العلم الحديث من تحديد مكانها أم أنها ستظل لغزاً محرماً على البشر؟ لو عايزين تعرفوا باقي التفاصيل المثيرة والأسرار الحصرية، زورونا على موقعنا rubina25tv.com. وفضلاً وليس أمراً، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا إعجاب وشير.